في هذا الباب كثيرة، ونؤكد في ذات الوقت أنه لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يزايد على محبة أهل مصر من أهل السنة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب فاطمة الزهراء البتول البضعة الطاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونتقرب إلى الله بحبهما، ونحب عليا رضي الله عنه، ونؤكد ما أكده علي حين قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نقر بمكانة علي وفضل علي رضي الله عنه، ونؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونؤمن أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فإن كنا في مصر ندين لله بحب آل بيت سيدنا رسول الله، فنحن في مصر ندين لله ببغض من يبغض أصحاب رسول الله. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة زندقة ونفاق وطغيان. لابد أن يعلم الجميع أن أهل مصر يتقربون إلى الله كذلك بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يسمحوا لأحد أيا كان أن يسب الصحابة أو أن يسب الشيخين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكذلك أود أن أؤكد بأن هذا الاجتماع المبارك قد خلص إلى خطوات عملية تتمثل في النقاط التالية. أولا، يجب أن نواجه هذا المد الشيعي، لأن الأزهر في كلمة إمامه المختصرة البليغة يرفض رفضا تاما قاطعا على حد تعبير فضيلة الإمام. يرفض الأزهر ويرفض مع الأزهر أهل مصر جميعا رفضا تاما قاطعا أن تنشأ أي حسينية على أرض مصر، فأرض مصر لم تقبل بذرة التشيع في عهد الدولة الفاطمية، ولا يمكن أن تقبل بذرة التشيع الآن. فمصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت عليها أمواج الفتن والباطل والدعوات الهدامة والمذاهب الباطلة، وستنكسر على صخرة مصر من معدن الحق كل الأفكار والمذاهب الباطلة التي تريد أن تنال من أصول معتقدنا ومن مكانة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد من بيان أن الأزهر يرفض رفضا تاما قاطعا إنشاء الحسينيات على أرض مصر، حتى لا يدخل إلى أرضنا هذا القتال الطائفي المذهبي، فمصر لا تحتمل أبدا نوعا من هذا الطرح. أيضا يجب على الإعلام أن يقوم بدوره في توضيح الحق وتبيين خطر المد الشيعي في مصر، وأننا لا نريد أن تتحول بلادنا إلى حروب أهلية بين أهل السنة والجماعة وبين أنصار المذهب الشيعي. يجب على الإعلام أن يؤدي دوره وأمانته. وكذلك اقترح الفضلاء من المجتمعين برئاسة الإمام الأكبر أن يقوم التعليم بدوره لمواجهة هذا المد الشيعي الجديد في طباعة الكتب التي تبين خطر هذا المنهج وتبين كذلك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اقترح الفضلاء أن يقوم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بدورهم في المساجد والفضائيات والندوات والنوادي إلى غير ذلك. فلا بد أن يتحرك الجميع تحركا جماعيا، وكذلك نوصي الحكومة ونوصي الرئيس القادم أن يعي خطر هذا الأمر، وأن يتكاتف الجميع وأن يتحد الجميع. فالإسلام يدعو إلى
كلمة التوحيد ويدعو كذلك إلى توحيد الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يبارك في الأزهر وعلمائه، وأن يجعله منارة لنصرة الحق ولنشر مذهب أهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا. أيها الإخوة الكرام،